السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخ ام شريف. النهارده هنعمل مع بعض شيش الطاووق. ان شاء الله هنعمله بطريقه سهله جدا وبسيطه، ومقادير موجوده عندنا ان شاء الله. انا معايا صدور فراخ، ممكن تعمليها بصدور فراخ او تعمليها بوراك فيليه. معايا الكميه اللي انت عايزاها، ده حوالي مثلا كيلو صدور مقطعاها طبعا مربعات بالشكل ده اهو عشان تستوي معانا بسرعه. معايا خل، هناخد معلقتين من الخل، هناخد معلقتين من الصويا صوص. معايا علبة زبادي او على حسب الكمية. معايا ليمونة، ممكن تحطي ليمونة او تحطي ليمونتين على حسب ما انت عايزة. معايا البهارات بتاعتنا، معايا ملح معلقة كبيرة لان ده كيلو. معايا معلقة كبيرة من الثوم البودر ومعلقة كبيرة من الثوم البصل والبصل البودر، دول الاساسي عندي. بعد كده معايا بهارات مشكله، معايا فلفل اسود، معايا بابريكا، معايا شويه من الكركم، شويه من الكمون، شويه شطه حسب الرغبه. بصوا بقى زي ما انتوا عايزين، حابين تضيفوا كمان مكعب مرق الدجاج، فراخ تفركوه معاها ماشي، حابين تحطوا اي نوع بهارات تاني انتوا عايزينه مفيش مشكله. حابين تحطوا جنزبيل وقرفه حطوا، بتبقى حلوه برضو معاها، بس انا خلصان من عندي دلوقتي. يعني اي بهارات انت تحبيها حطيها، بس اهم حاجه الثوم والبصل البودر والفلفل الاسود والملح طبعا والبابريك اساسي. دلوقتي هنحط علبه الزبادي مع بعض كده، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنفضي الاول علبه الزبادي بالشكل ده اهو. اهو طبعا على حسب الكميه اللي عندك تحطي. لو هتعملي كميه صغيره ممكن ما تاخديش علبه الزبادي بحالها اهو. هنفكك علبه الزبادي كده. هضيف طبعا معلقتين الصويا صوص. ما عندكيش صويا صوص مفيش مشكله، ممكن تحطي كاتشب، ممكن تحطي معلقه عسل اسود، هتديكي بديل للون برضو. هحط معلقتين من الخل اهو. هحط البهارات بتاعتنا كلها. انا معايا عودين كبش قرنفل، انا هحطهم كده صحيح، يعني هيدونا برضو طعم في التتبيله. اهم حاجه في التتبيله بتاعتنا دي انها تقعد فتره في في التتبيله بتاعتها. يعني ما ينفعش اعملها دلوقتي واقول خلاص هشتغل على طول. بتفرق جدا 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 التتبيله لما تبات يوم، يعني ممكن تعملها من بالليل او تسيبيها 3 4 ساعات على الاقل. ما تنفعش تقولي انا مستعجله هعملها دلوقتي واعملها على طول، صدقيني بيبقى الطعم يا دوبك القشره اللي بره دي اللي متبله ومن جوه مبقاش فيها اي تتبيله. فنصيحه مني اقل حاجه خالص تعمليها 4 ساعات او 3 ساعات متبله. لكن لو انت عاملاها من بالليل طبعا ده هيبقى احلى بكتير. طبعا انا هعصر الليمونه، قلت لكم قبل كده عشان الليمونه تنزل كل الميه اللي فيها. تمسكوها كده على الرخامه بتاعتكم، بصوا اهو، تتنيكوا تدعكوا في الليمونه كده لحد ما تبصوا تلاقي الليمونه كلها، بصوا بقت طريه خالص ازاي، نزلت كل الميه اللي فيها. دلوقتي انا عصرت الليمون، التتبيله بتاعتنا جاهزه جدا. عايزه اقول لكم ان التتبيله دي تنفع تتعمل اي حاجه مشويه برضو. لو عندك اي فراخ مشويه عايزه تتبليها وتشويها، سواء دبابيس سواء وراك سواء فرخه كامله، تتبيله حلوه جدا برضو. لو عايزه تعملي شاورما نفس الشيء، ممكن تتبليها برضو بالتتبيله دي. حابه تضيفي لها بشر ليمون بشر برتقان، بتبقى مخليها مزه وحلوه. دلوقتي بقى انا هفضي كل صدور الفراخ اللي معايا دي هنا كده، وهسيبها تتبل بقى براحتها. بصوا ما تستعجلوش عليها. طبعا انا هفضي كل الكميه عشان ما اطولش عليكم الفيديو. دلوقتي انا فضيت كميه الفراخ اللي عندي، هحاول اقلبها كلها بالشكل ده اهو، واسيبها تتنقع في التتبيله زي ما قلت لكم من بالليل لحد الصبح. ولو انا مستعجله ممكن اعملها ساعتين 3، بس مش هتبقى قوي. يعني افضل حاجه ان انت تخليها من بالليل والصبح تبقى جاهزه. تكوني بله السياخ اللي انت هتعملي فيها، وتجهزي البطاطس، سواء اللي عايز تحط لها بطاطس طماطم فلفل اي حاجه. بصوا بقى انا هشبع كل الفراخ بتاعتي ما شاء الله، التتبيله ماليه كل الفراخ اهي. هغطيها طبعا، ما اسيبهاش كده واحطها في التلاجة اهيت اهو. هسيبها في التلاجة، اغطيها بكيس او اغطيها بطبق عشان الفراخ بتاعتنا ما تتبلش برضو من صهد التلاجة. وهحطها لحد ما نيجي نشوفها مع بعض. زي ما قلت لكم ضروري تتبل وقت يعني يكون كويس، صدقوني بتفرق جدا جدا في الطعم.
دلوقتي الفراخ بتاعتي اتبلت، وادي الخضار اللي انا عاملاه. خدت شويه من التتبيله بتاعه الفراخ وشوحتها بيه. ممكن ما تعمليش كده، وممكن ترش عليه شويه ملح شويه ملح وفلفل وخلاص، لكن انا حابه ان هو كله يبقى واخد نفس التتبيله. واخده عامله كمان بصل وعامله بطاطس طبعا زي ما انتوا عايزين، عامله فلفل، لو عندكم فلفل الوان طبعا يبقى احلى. والسياخ دي بلتها شويه في قلب الميه. دلوقتي انا بحاول اخلي بقى فيه الوان. خلي بالنا طبعا عشان السيخ ما يعورناش اهو. ياخد حته من البطاطسايه بالشكل ده كده اهي بالراحه. هاخد كمان حته من الفلفلايه وعليها حته من الطماطمايه بالشكل ده اهو. وهاخد حته من الفراخ، ممكن تعمليها بالطول كده اهو كده، وممكن تعمليها بالعرض كده، فطبعا زي ما انتوا عايزين. هاخد كمان حته طماطمايه اهي. طبعا لو ولعت الشوايه ممكن تعملوا السياخ دي كلها وتحطوها في الفرن. ادي بصلايه اهو. هاخد كمان واحد اهوت. على فكره كل ما التتبيله بتقعد كتير مع كل ما الفراخ قصدي تقعد في التتبيله كل ما بتاخدش وقت في السوا. هقفل بطماطمايه اهو. هوسع اهوت. طبعا انا دهنت الشوايه بتاعتي زيت، ممكن احطها كده اهو. هتكفي اهو. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهكرر بقى كده لحد ما الفراخ بتاعتي كلها تخلص اهو. نقول بسم الله الرحمن الرحيم دغري اهوت. مش عندك شوايه ومش حابه تعملي في الفرن عادي، ممكن تعمليها في الطاسه. والبطاطس تكون مقطعاها شرايح رفيعه عشان ما تغيبش برضو معانا في السوا اهوت. الفلفل، قطعه الفراخ اهي. نديها حتى من الطماطم اهيت. بطاطسايه تاني من النص. نديها فلفلايه. نديها كمان حته من الفراخ اهوت. بصلايه، وممكن كمان طماطميه. بصوا بقى انتوا تشكلوا زي ما انتوا عايزين اهو. عندكم برضو فلفل الوان هيديكوا برضو شكل حلو. طبعا مش عايزه اطول عليكم الفيديو اهو. يعني برص في السياخ طبعا كلكم شاطرين وعارفين اهو زي ما انتوا عايزين طبعا اهو. هاخد بطاطسايه معاها فلفلايه معاها حته كمان من الفراخ اهوت. طبعا انا هكمل الكميه ديت وهنرجع نشوف السوا اخباره ايه. ان شاء الله مش هتاخد وقت معانا في السوا لان هي كمان متبله من بدري. وادي شيش طاووق بتاعنا انا خلصته طبعا كله اهوت. حطيته على الشوايه. ضروري اللي عنده شوايه زي دي يكون حاطط فيها ميه. اوعوا تعملوا عليها على الناشف كده. بصوا شايفين بقى الدخان؟ عايزه الدخان يزيد كمان. شايفين هي من غير حاجه التتبيله بتقع وبيديكي طعم الشوي. بصوا عايزه اقرب بس شويه اهي. شايفين الدخان؟ ممكن تعملوا كمان حركه بسيطه لو انتوا حابين الدخان يبقى اكتر. الدخان طلع شكله حلو وريحته كمان حلوه. بتجيبي شويه من الزيت صغيرين وترشرشي كده شويه من الزيت. هتبص تلاقي السيخ دي جه عليها الزيت فدخنت فعدتك طعم التدخين بالظبط. بصوا بقى بكل سهوله. بصوا ما شاء الله اهي بتنقلي اهو. بصوا شايفين الجمال؟ سهل جدا ما خدش مننا اي وقت اهو. وتحركي طبعا على الجنب اللي استوى والجنب اللي هو ما استواش اهو. بصوا
طبعا الفراخ ديت حتت صغيره مش هتاخد وقت اهي، اهوت. طبعا كده الشيش طاووق بتاعنا هيكون خلص. انا بسيبه لحد ما بيستوي، ما فيهاش اي مشكله. الخضار بيستوي، كل الخضار بتاعنا متقطع حتت صغيره، الفراخ متقطعه حتت صغيره. يعني انا لو مسكت حته من الفراخ دلوقتي هبص الاقيها استوت وهي لسه بس هي سخنه. بصوا بقى بس هي سخنه، انا عايزه اقطع حته اهي. بصوا بصوا الفراخ اهي بتستوي بسرعه لان هي مش بتاخد وقت. طعمها حلو جدا. عايزه اقول لكم التتبيله رائعه، واللي هيديك كمان طعم احلى للتتبيله ان انت تسيب الفراخ بتاعتك تتبل وقت كبير. كل ما بتتبل وقت كبير ما بتاخدش وقت في السوا، في نفس الوقت بيديك طعم حلو جدا. عايزه اقول لكم طعمها حلو قوي بجد يعني. وريحه التدخينه كانها معموله على الفحم، سبحان الله. اهو طبعا انا عامله معاها سلطه طحينه، وعامله معاها رز بالكاري. انا عامله رز بالكاري على القناه، ممكن ابقى احط لكم شايفين بتدخن ازاي؟ كل ما بتتقلب ويقع منها نقطه صوص. عامله الرز بتاع اللي انا عاملاه النهارده معاه، انا عاملاها قبل كده على القناه، لو حابين تشوفوه ممكن ابقى احط لكم الفيديو بتاعه على اخر الشاشه. اتمنى ان الفيديو يعجبكم. انا بقى هكمل مع نفسي. بشكركم جدا والى اللقاء في فيديو جديد.